السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد من الكورس ديال نوت جي اس. حنايا في الدرس السابق تعرفنا على الموديولز، زائد انه تعرفنا على الجلوبال فاريبلز في النوت جي اس وتعلمنا كيفاش اننا كنستافدوا منهم. ومن بين الجلوبال فاريبلز اللي تعرفنا عليهم هما الفايل نيم، الداير نيم، وتعرفنا على الريكواير والموديول. وقلنا انه عن طريق الموديول كيجيب لك واحد المجموعه ديال المعلومات على الموديول اللي خدام عليه نتايا. شنو هو الموديول؟ قلنا انه اي فايل ديال جافا سكريبت في النوت جي اس كيتسمى موديول. وقلنا انه التعريف البسيط اللي عجبنا حنايا الموديول، قلنا انه واحد الكود معين كاين في واحد الفايل معين. يعني تخيل معايا انه عندك نتايا فانكشن او مثلا عندك واحد الاري الى اخره، وهذا الاري او هذا الفانكشن باش انك تجي لها اعاده الاستخدام في واحد الموديول واحد اخر. قلنا انك نتايا باش تقدر انك تجي لها اعاده الاستخدام ضروري انك تجي لها اكسبورت باش انك تقدر انك تجي لها امبورت. كيفاش اننا كنجيو اكسبورت؟ عن طريق الاوبجيكت اللي سميتو موديول، وهذا عباره عن جلوبال فاريبل وفي وسط منه واحد الخاصيه اللي سميتها اكسبورت. وانت عن طريق هذه الخاصيه هذه كتقدر انك تجي اكسبورت لاي حاجه بغيتي، حيت هي في الداخل ديالها عباره عن اوبجيكت. وكيفاش انك تجي امبورت؟ عن طريق الريكواير. والريكواير قلنا انه تي اكسيسي على الاوبجيكت اللي كاين في وسط الخاصيه اللي سميتها اكسبورت اللي كاينه في الداخل ديال الاوبجيكت اللي سميتو موديول. وهذه الطريقه حنايا باش كنخدموا في الكومون جي اس، حيت قلنا حنايا انه في النوت جي اس حنا ما تخدموش حنايا بالاكماس اكس اللي هي ديال سميتو ديال الامبورت والاكسبورت بالطريقه اللي كنعرفوا حنايا في الرياكت. لا، كنخدموا بالموديول دوت اكسبورت وكنخدموا بالريكواير. كاين دابا اللي غادي يسولني يقول لي واش عبد الصمد واش حنايا في النوت جي اس واش ما كنقدروش اننا نخدموا بالامبورت واكسبورت كيما مولفين حنايا في الرياكت جي اس او مثلا في فيو جي اس او مثلا في اي مثلا مكتبه من المكتبات ديال جافا سكريبت او مثلا انت في اي بروجي ديال جافا سكريبت اللي عرف شي السكريبت بالطيب ديالو عباره عن موديول. غادي نقول لك عاد باللي حنايا في النوت جي اس نقدروا نخدموا بهذه الطريقه هذه، وكاين طريقه باش اننا نخدموا بهذه الطريقه ولكن مازال ما وصلناش. ان شاء الله نهار نوصلوا غادي نوليو تنخدموا بها. زائد انه في النوت جي اس انا ما كنفضلش هذه الطريقه هذه، كيعجبني انني نخدم بالموديول دوت اكسبورت ونخدم بالريكواير ونخدم بالكومون جي اس. زائد انه كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش انه الاكسبورت والامبورت اللي كتخدم بهم في المكتبات ديال جافا سكريبت انهم في الاخر راه كيتحولوا للطريقه اللي كتشوفوا انت في النوت جي اس ديال الريكواير وديال الموديول دوت اكسبورت. دابا نشوفوا شنو عندنا حنايا في الدرس. دابا شي حنا درنا حنايا في الدرس السابق. في الدرس ان شاء الله غادي ندويو على البيلت ان موديولز، وهادو عباره واحد المجموعه تاع الوحدات كيجيو في وسط النوت جي اس. يعني مجرد انت كتانستالي النوت جي اس في الماشين عندك كيجيو هاد الموديولز هادو. يعني شنو كنعرفوا حنايا بيلت ان باللغه العربيه؟ هو انه مضمن او لا تضمين، يعني كاين في وسط منه. يعني شنو كنقصد؟ هو انه البيلت ان موديولز هو واحد المجموعه تاع الاوبجيكتس، وهاد الاوبجيكتس هادو فيهم واحد المجموعه ديال الخصائص وواحد المجموعه ديال الميثودز. وهاد الخصائص والميثودز هادو مكتوب اللوجيك ديالهم. يعني كل ما عليك نتايا انك تعلم كيفاش انك نتايا تخدمهم في الابليكيشن ديالك وتجي لهم كول وتمرر لهم الارغيومنت اللي كيستقبلوا وتخدمهم صافي. يعني هما اللوجيك ديالهم مكتوب، انت تعاود تجي لهم كول كتخدمهم نتايا في الابليكيشن ديالك وكتستافد منه. ونبداو على بركه الله باش نفهموا شنو كاين حنايا بيلت ان موديولز في النوت جي اس وكيفاش كنستافدوا منه. دابا حنا قلنا انه في الدرس غادي ندويو على البيلت ان موديولز في النوت جي اس. دابا قبل ما نعرفوا حنا شنو هما البيلت ان موديولز بغينا نعرفوا بعدا شنو هي البيلت ان موديول، يعني اشنا هو الهدف منها زائد علاش حنا كنخدموه. البيلت ان موديولز هو واحد المجموعه ديال الوحدات كما قلنا انهم تيجيو مع النوت جي اس. يعني مجرد انك انت كدير انستول النوت جي اس في الماشين عندك هما كيجيو اصلا بيلت ان في وسط منهم. اشنا هو الهدف منه؟ هو انهم كيعاونوك وكيسهلوا عليك باش انك تبني الابليكيشن ديالك وانت مرتاح. زائد انه البيلت ان موديول ساهل باش انك انت تخدمهم، حيت قلنا انه اصلا هو عباره عن واحد المجموعه ديال الميثودز، وهاد الميثودز مكتوب اللوجيك ديالهم. انت كل ما عليك انك دير كول لواحد الميثود من هاد الميثودز هادو وانك تمرر ليها الارغيومنتس اللي محتاجه وانه بك غادي طاليها كول وانك تقدر انك انت تخدم هاد الفانكشن. غادي نتعرفوا دابا على اهم بيلت ان موديولز في النوت جي اس. انا في هذا الكورس ان شاء الله غادي نشرح اهم 4 ديال البيلت ان موديولز اللي غتبغي تخدم بهم نتايا ديما. ان شاء الله نتايا فاش تفهم الفكره ديال البيلت ان موديولز وكيفاش انك نتايا كتخدمهم وكيفاش انك كتستافد منهم، ديك الساعه نتايا قلب على البيلت ان موديولز الاخرين اللي كاينين في النوت جي اس وفهمهم، وديك الساعه نتايا خدم كل واحده على حسب الفكره اللي عندك. البيلت ان موديولز اللي غادي ندوي عليهم ان شاء الله في هذا الكورس هما كالتالي. اول بيلت ان موديول غادي نتعرفوا عليها ان شاء الله اللي هي الاف اس، وكنعنيو بها حنا هي عباره عن اختصار ديال فايل سيستم.
وعن طريق انت هذا الموديول هذا كتقدر انك انت تعمل مع الملفات، يعني مثلا تكري او تقرا ملف او تبدل ليه السميه او تكوبي من بلاصه لبلاصه الى اخره. ثاني بيلت ان موديول معنا ان شاء الله بين نتعرفوا عليها في هذا الكورس اللي هي الباث. وشنو كنعنيو حنايا بالباث؟ هي اختصار ديال الباث نيم. وعن طريق هذا الموديول هذه كتقدر انك انت تتعامل مع المسارات، يعني بحال كتقول لي مثلا بني لي واحد الباث مثلا على الشكل التالي، مثلا ندخل للديسك سي مثلا سلاش ولا باك سلاش على حسب الاوبريشن سيستم ديالك، يعني هذا هادشي كيجي لك هو السوبرايتور الخاص بالنظام التشغيل ديالك، وهادشي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله. كتدخل لي مثلا ندخل لي الفولدر رقم 1 باك سلاش مثلا جيب لي الفايل اللي سميتو مثلا t.txt، يعني هادشي كانوا حنايا بالباث نيم. زائد انه ثالث موديول غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله اللي هو الاو اس، هو عباره عن اختصار ديال الاوبريشن سيستم. اشنو هو الضوء ديالو؟ يعني كيفاش انك تستافد منه، هو انه كيجيب لك واحد المجموعه ديال المعلومات على نظام التشغيل الخاص بك. يعني مثلا تيقول لك واش انت خدام مثلا بالويندوز او مثلا باللينكس الماك، وتيقول لك اشنو هو النوع ديال البروسيسور اللي عندك نتايا. زائد انه تيقول لك مثلا شنو هي النوع ديال الاركيتكتشر اللي عندك، مثلا واش 64 بت او 32 بت الى اخره. واخر موديول غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الكورس اللي هو الاتش تي بي. وحنا كنعرفوا انه الاتش تي بي عباره عن اختصار ديال هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. واشنو هو الضوء ديالو؟ يعني كيفاش انك انت غتستافد منه، هو انه عن طريقه انت غتقدر انك تنشئ واحد لوكال ديفلوبمنت سيرفر. وملي غتنشئ انت واحد السيرفر محلي، هو انه انت عن طريق هذا اللوكال سيرفر كتقدر انك انت تتعامل مع الريكويست، وانك تجلى واحد البروسيس، وانك انت تعاود تصيفط واحد الريسبونس. يعني هادو هما اهم بيلت ان موديولز ان شاء الله غادي نتعرفوا عليهم في هذا الكورس هذا. بالنسبه للبيلت ان موديول اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الدرس اللي سميتو الاف اس، وحنا قلنا انه الاف اس انك كتعامل به مع الفايلات، يعني كما شفنا هنا قلنا انه الاف اس كتعامل به مع الملفات، وهاد الملفات هما الفايلز اللي عندك انت في الماشين. زائد قلنا انه الاف اس هي عباره عن اختصار ديال جوج ديال الكلمات اللي هي الفايل سيستم، والتايب اوف ديالو عباره عن اش؟ عباره عن اوبجيكت، حيت قلنا انه البيلت ان موديولز هما عباره عن اوبجيكتس فص منهم واحد المجموعه ديال الميثودز والبروبرتيز. انت شنو كدير؟ انك انت كتاكسيسي على هاد الميثودز هادو، وديك الساعه انت كتمرر لهم الارغيومنتس اللي محتاجين وكتخدمهم، واصلا هما اللوجيك ديالهم راه مكتوب. يعني قلنا انه هذا الاوبجيكت هذا كيحتوي على اش؟ كيحتوي على واحد المجموعه ديال الميثودز والبروبرتيز. كيفاش انك كتوصل انت لهاد الميثودز او لهاد البروبرتيز؟ عن طريق السميه ديال الموديول. كتقول لي مثلا اف اس دوت السميه ديال البروبرتي اللي بغيتي او السميه ديال الميثود اللي بغيتي. شنو كيتسمى هذا البلان؟ كيتسمى نوتيشن. يعني اشنو كنعني هي بالنوتيشن؟ هو انك انت كتجي هنايا كتقول لي السميه ديال الاوبجيكت دوت البروب، مثلا البروب نيم، او مثلا السميه ديال الاوبجيكت دوت الميثود نيم. زائد كاين الطريقه الثانيه اللي هي ديال الديستراكتورينغ. كيفاش حنا كنديروا الديستراكتورينغ؟ هو انك كتجي هنايا كتقول لي هنايا كونست، وكتجي كتقول لي هنايا واحد الاوبجيكت، وكتقول لي يساوي الاوبجيكت الاصلي. والاوبجيكت الاصلي ديالنا اللي هو الاف اس اللي هو الموديول اللي غادي تعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الدرس. وكتجي هنايا كتقول لي السميه ديال البروب اللي بغيتي انك توصل ليها، يعني بغيتي تاكسيسي عليها، يعني كتقول لي هنا البروب نيم، او لا كتجي هنا كتقول لي هنا الميثود نيم. يعني هادو هما جوج ديال الطرق اللي معروفين باش انك انت تقدر انك تاكسيسي على الميثودز والبروبرتيز اللي كاينين في الداخل ديال واحد الموديول. دابا حنا شنو هو السؤال هنايا؟ اشنو هما هاد الميثودز؟ لا اشنو هما هاد البروبرتيز؟ حنا غادي نتعرفوا عليهم بطريقه نظريه، وغادي نشرحوا كل وحده شنو كدير. عادي غادي ندوزو ان شاء الله للبراتيك. دابا غادي نبداو نتعرفوا حنا على اهم الميثودز اللي كاينين في الداخل ديال البيلت ان موديول اللي سميتو اف اس. اول ميثود معنا اللي هي رايت فايل، وباينه من سميتها هو انه انت عن طريق هذا الميثود هاجي كتقدر انك انت تنشئ ملف، وهذا الملف فيه واحد الكونتنت. يعني مثلا تخيل معايا انك انت بغيتي تنشئ واحد الفايل، وهذا الفايل مثلا بتسميه مثلا data.txt، وفي وسط هذا الفايل هذا انت بغيتي تكتب مثلا هالو ماي فايل. يعني انت كيفاش انك غديرها؟ غتخدم الميثود اللي سميتها رايت فايل، كتمرر ليه السميه ديال الفايل اللي بغيتي انك تكري اللي سميتو مثلا data.txt، وكتمرر ليه الداتا اللي بغيتي انك انت تخزنها في الداخل ديال هذا الفايل اللي مثلا هالو ماي فايل. وبكا انه هذا الميثود مجرد انه كيجي لها كول كتجي اكسكيوشن الابليكيشن ديالك انه تيكي لك فايل في الماشين عندك نتايا، او لا فصل البروجيكت عندك نتايا اللي سميتو data.txt في الداخل ديال نفس الكونتنت اللي نتايا مررتي ليها. يعني دابا شنو بدك دير؟ انك تاخذ واحد الورقه وستيلو وانك تقيد معايا كل ميثود وشنو كدير. ثاني ميثود معنا اللي هي الريد فايل، وباين من سميتها هو انك انت كتمرر ليها واحد السميه ديال واحد الفايل كارغيومنت، وهي شنو كدير؟ انك كتقلب على هذا الفايل هذا وكتقرا لك الكونتنت اللي كاين في وسط هذا الفايل هذا. ثالث ميثود معنا اللي فيها واحد التريك اللي هي ابند فايل. قال لك انه هذا الميثود هذا شنو هو الضوء ديالها؟ هو انه
كتزيد ليك واحد المحتوى لواحد الفايل. دابا تخيل معايا انت عندك اصلا واحد الفايل، هذا الفايل هذا مكري ندير فيه مثلا هالو ماي فايل، وبغيتي انك تزيد ليه مثلا واحد السطر اللي مثلا اللي هو هالو مثلا ماي فايل 2. يعني شنو كتجي نتايا كتخدم بالابند فايل، وهي عباره عن ميثود كتمر ليها السميه ديال الفايل، وهي شنو كتجي انك كتقلب على هذا الفايل هذا وكتزيد ليه المحتوى اللي نتايا بغيتي انك تزيدو في الداخل ديال هذا الفايل هذا. ولكن قال لك شنو هي التريك اللي كاينه في وسط هذا الابند فايل، قال لك انه الا ما لقاتش هذا الفايل هذا شنو كتدير انها كتعاود تكري. يعني تخيل معايا انك قلتي مثلا سلي الفايل اللي سميتو فايل تري وزيد لي مثلا فيه هالو ماي فايل تري، يعني ما عندك حتى شي فايل سميتو فايل تري، يعني هي كتولي تلعب نفس الدور اللي كتلعبوا الميثود اللي سميتها رايت فايل، كتعاود تكري هذا الفايل هذا وكتحط لك في وسط منه الكونتنت اللي نتايا مراتي في الداخل ديالو. الميثود الرابعه اللي معنا اللي هي ريد دايركتوري، قال لك شنو هو الضوء ديال هذا الميثود هذا بكل اختصار، هو انها كتقرا لك جميع الملفات اللي كاينه في الداخل ديال واحد الفولدر. تخيل معايا انه عندك واحد الفولدر سميتو مثلا داير، الداير هذا في وسط منه مثلا الفايل الاول، يعني هنايا الفايل الاول، وبغيتي هنا مثلا عندك هنايا الفايل الثاني، وعندك مثلا في وسط منه الفايل الثالث. تخيل معايا انك انت بغيتي انك انت تارجيتي هذا الفولدر هذا وتقول لي مثلا جيب لي جميع الفايلات اللي كاينين في وسط منك. شنو هي الميثود اللي غتخدم هنايا؟ غتخدم الريد دايركتوري، يعني باينه من سميتها، يعني قال لي الدايركتوري. بالنسبه للميثودز الاخرين اللي معنا في هذا الدرس هذا ان شاء الله اللي هي الميثود اللي سميتها اكزيست. شنو هو الضوء ديالها؟ قال لك ان هذا الميثود هذا بكل اختصار هو انك تحقق لك من واحد الفايل او لا واحد الفولدر واش هو كاين او لا. مثلا انت بغيتي تشيكي مثلا واحد الفايل واش هو عندك انت في الماشين او لا، يعني انت شنو كتخدم الميثود اللي سميتها اكزيست، وهنا كتمر ليه الباث نيم ديال الفايل باش انه يقدر يوصل ليه، وهو هنا كيرجع لك قيمه بولين يا اما ترو يا اما فولس. زائد شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا الميثود اللي سميتها رينيم، وبين من سميتها هو انك انت كتعاود تسمي بها الفايلات او الفولدرز. يعني مثلا كيكون مثلا سميتو فايل 1 كتقول لي مثلا تجي لي رينيم لهذا الفايل 1 للفايل 2، وهنا كيجي لك اعاده تسميه لهذا الفايل هذا. زائد عندنا هنايا الميثود الاخرى اللي سميتها الان لينك. هذا الان لينك شنو هو الضوء ديالها؟ هو انك تمسح لك الفايلات. تخيل معايا انك انت واحد الفايل ما بغيتي انت شنو كتجي انك انت كتخدم الميثود اللي سميتها الان لينك، كتمر ليه هي الباث نيم ديال الفايل ديالك كارغيومنت، هو شنو كيجي انه كيقلب على الفايل هذا وكيمسحو في حال انه ما لقاش هذا الفايل هذا كيضرب اكسبشن. وهادشي كامل غادي نشوفوه في البراتيك. دابا شنو بغيتك دير انك انت تاخذ ورقه والسيلو وتقيد معايا كل ميثود شنو هو الضوء ديالها، وحاولت انني نختصر لكم الضوء ديالها. زائد انه عندنا الميثود اللي سميتها ميك داير، وبين سميتها اللي هي ميك دايركتوري، هو انك انت كتنشئ بها فولدرز. وعندنا هنا ستيت، وهذا الستيت هذا شنو هو الضوء ديالها؟ اللي هي الحاله انك كتجيب لك واحد المجموعه ديال المعلومات علاش على الفايل او لا على الفولدر ديالك. يعني مثلا تجيب لك مثلا السايز ديالو والسميه ديالو الى اخره. وهادشي كامل غادي نشوفوه في البراتيك. يعني حد الان حنايا تعرفنا على هذا الميثود زادو بطريقه نظريه، ودابا ندوزو للبراتيك اللي هو اهم حاجه عندنا حنايا في الدرس هذا. دابا من بعد ما تعرفنا على الميثودز ديالنا بطريقه نظريه، دابا غادي نبداو بالبراتيك. حنايا قلنا انه عندنا واحد البيلت ان موديول اللي غادي نركزوا عليه ان شاء الله في الدرس اللي هو الفايل سيستم. وقلنا انه عن طريق الفايل سيستم كتعامل به مع الفايلز ديالك، يعني كتكري به فايل، كتقرا به فايل، كتمسح به فايل الى اخره. وقلنا انك باش انك دير هاد العمليات هادو كيوفر لك واحد المجموعه ديال الميثودز، وهاد الميثودز اللي غادي نركزوا عليهم ان شاء الله في هاد الدرس اللي هما هادو. واش الفايل سيستم موديول واش انه كيتوفر على هاد الميثودز هادو؟ لا، فيه بزاف ديال الميثودز، ولكن غادي نعطيك اهم ميثود اللي غتبقى تخدم ديما، وديك الساعه انت فاش تفهمو وتفهم كيفاش انك انت كتخدمو وكتستافد منه، ديك الساعه انت قلب على الميثودز الاخرين وتعلم ليهم. اول ميثود معنا اللي هي ريد داير، واول حاجه خصنا نتعلموا ليها كيفاش اننا كنديروا امبورت علمنا عليه حنا في ذاك الدرس السابق، هو انك تدير امبورت عن طريق الريكواير. وقبل ما نديروا امبورت بغيت نفهمكم واحد البلان اللي هو اشنو هو الفرق بين الاساينك والساينك. وانت اصلا كواحد جاي من الخلفيه ديال الجافا سكريبت خصك تكون تعرف اشنو هو الفرق بين الاساينك والساينك، وفايتك انت خدمتي بهم وفايتك شي بروجيات بالاي بي اي. ولكن غادي نعطيك واحد المثال بسيط باش انك تفهم الفرق بيناتهم. الاسينكرونس كتعني هي غير متزامن، والسينكرونس كتعني متزامن. اشنو هو الفرق بيناتهم؟ تخيل معايا انك انت بغيتي انك تابلودي واحد الفيديو في يوتيوب، جيتي مثلا ابلودي شي فيديو، دابا الفيديو مثلا كاين واحد البروغريس تيبقى غادي من 1% حتى ل 100%، يعني انه وصل في 100%، يعني انه كومبليت، يعني انه تابلودا. في نفس الوقت فاش انه تابلودا تقدر انك انت تدخل تايتل، تعطيه ديسكريبشن، تعطيه ثامبنيل، يعني كلشي هاد العمليه تتبان لك انه كل عمليه مستقله بحد ذاتها. يعني ماشي يقول لك تسنى الابلود تيسالي عادي تقدر انك تعطي تايتل، الا الابلود خدام تعطي تايتل، تقدر انك تمشي دير ديسكريبشن، تقدر انك تمسح ثاني داك التايتل تعاود تعطي تايتل واحد اخر، تعطيه ثامبنيل، تقدر انك تقول لي مثلا انه هذا الفيديو هذا تينتمي مثلا لهذا البلاي ليست الى اخره. يعني كتلاحظ انه كل عمليه بوحدها، يعني بحال كل وحده خدامه في بلاصه. ولكن الساينكرونس او لا بالطريقه المتزامنه، تخيل معايا هو انه فاش ندير ابلود الفيديو
هو انه الباج ما يمكن انك تجي فيها باقي والو، يعني بحال هكا تبلوكا. كيقول لك شنو؟ كيقول لك تسنى الابلود تاع الفيديو تيسالي، يعني انت خصك تبقى تسنى مثلا. تخيل معايا انه الفيديو مثلا فيه ساعه وبغيت ابلودا مثلا في 4 السوايع، يعني خصك تبقى تسنى 4 السوايع تابلود الفيديو كامل تيسالي. عاد ديك الساعه تيقول لك عندك الحق انك تعطي تايتل. ديك الساعه انت فاش تدخل تايتل عاد ديك الساعه تيقول لك انه انت عندك الحق انك تعطي ديسكريبشن. فاش تدخل ديسكريبشن تيقول لك انت ديك الساعه عندك الحق انك تدخل طامبنيل. فاش تجي الطامبنيل عاد ديك الساعه تيقول لك انت عندك الحق انك تقول لي الفيديو تنتمي لهذا البلاي ليست او لهذا البلاي ليست. وفي حاله انه وقع ايرور في واحد العمليه من هذه العمليات هادو، هنا شنو كيطرا هو انه كلشي هاد العمليات تيفشلوا. يعني تخيل معايا انه طرا شي مشكل في الابلود، هذاش اصلا انت ما تقدرش انك تدخل تايتل قبل الابلود. يعني وقع مشكل في الابلود يعني شنو يقول لك انك عاود ابلود. يعني تخيل معايا خصك تجي واحد عاد جوج عاد ثلاثه عاد اربعه، ولكن بالطريقه ديال الاساينكرونس الا واحد لا علاقه لها بجوج وجوج لا علاقه لها بثلاثه وثلاثه لا علاقه لها باربعه واربعه لا علاقه لها بخمسه، وتبقى غادي بنفس الطريقه. اصلا هذا الكونسيبت خصك تكون نتايا فاهم. دابا حنايا غادي نتعرفوا على كيفاش اننا غادي نديروا ريكواير الموديول ديالنا اللي سميتو فايل سيستم. حنايا في الدرس السابق قلنا انه الريكواير كندير بها امبورت الموديولز، يعني هنا كيفاش غادي نديروا نفس الحاجه اللي درنا حنايا في الدرس السابق. غادي تقول لي هنا اف اس وغتقول لي هنا ريكواير وغتقول لي السميه ديال الموديول ديالنا اللي هي اف اس، وقلنا انها اختصار فايل سيستم. اول حاجه غادي نقول لي هنا غادي تطبع لي تايب اوف ديالو، يعني قلنا حنايا انه التايب اوف ديالو عباره عن اوبجيكت. اجي نشيكو حنايا واش اوبجيكت او لا. غادي نقول هنا مثلا كما تعلمنا في الدرس السابق نوت اب، وهنا غادي نقول عباره عن اوبجيكت. دابا من بعد اننا ما فهمنا انه عباره عن اوبجيكت غادي نقول ليه طبع لي هذا الموديول هذا، وهنا غادي نشوفوا شنو هما البروبرتيز والميثودز. يعني كتلاحظوا انه عندنا بزاف ديال الميثودز والبروبرتيز. لذلك قلت لكم انه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نعطيك اهم هاد الميثود هادو، وديك الساعه انت من بعد فاش تعلم هذا الفايل سيستم ديك الساعه انت تكتشفوا. يعني ما تسنايش انني نعطيك كلشي. قلنا اول ميثود معنا اللي هي ريد داير. هذيك الساعه شرحت لكم انايا السينكرونس والاسينكرونس، حيت هنايا غتلاحظ جوج ديال الحوايج. غتلاحظ انه واحد الميثود فيها جوج، فيها الساينك وفيها الاساينك. اشنو هو الفرق اللي كاين بين الميثود اللي كتخدم السينكرونس وبين الميثود اللي كتخدم الاسينكرونس؟ هو انه وحده كتمر ليها الكول باك فانكشن وحده ما كتمرش ليها الكول باك فانكشن. علاش هذا البلان؟ دوك غادي نفهموا. انا هنايا شنو درت؟ انه نشأت انايا واحد الفولدر. هذا الفولدر في الداخل ديالو 4 ديال الفايلز، 3 منهم HTML وواحد CSS. هنايا شنو غادي نقول لي انايا؟ غادي نجي هنايا قلنا اننا كنوصلوا لهاد الميثود هادو عن طريق نوتيشن او عن طريق ديستراكتورينغ. عن طريق ديستراكتورينغ ساهله وما كنحملهاش انايا بزاف. كتجي هنايا كتقول لي مثلا رايت فايل او مثلا ريد فايل او ابند فايل، وكتجي هنا وكتخدمها عادي. انا غادي نخدم هنايا بالاف اس وغادي نخدم بالطريقه تاع النوتيشن. غادي نجي هنايا غادي نقول لي هنايا كونست، غادي نقول لي عشرين كاع الفايلز اللي كاينين في الداخل ديال هذا الفولدر هذا. غادي نجي هنايا غادي نقول لي هنايا اف اس وغادي نقول لي هنايا ريد دايركتوري. قلت لكم انه غتلاحظ هنايا انه عندك هنايا واحد السينكرونس وعندك هنايا السينكرونس. دابا جينا نخدموا حنايا بالسينكرونس باش نفهموا اشنو هو المشاكل اللي فيها، لذلك حنايا كنفضلوا اننا نخدموا بالاسينكرونس. غادي نجي هنايا غادي نقول لك هنايا مره ليا البات نيم، غادي تقول لي انه البات نيم ديالك اللي هو اشنو هو سيستهدف ليا الفولدر اللي سميتو HTML. يعني شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه طبع ليا شنو رجع. يعني شنو كترجع لك هاد داير؟ هو انها كترجع لك اراي. يعني مشيتي هنا كترجع لك اراي، وهذا اراي اوف سترينغ يعني كترجع لك اراي في واحد المجموعه ديال السترينغز. غادي نقول لي مثلا هنا كلير وغادي نقول لي هنايا نود اب. يعني غادي تلاحظوا انه رجع لي واحد الاراي. هاد الاراي فيها السميات ديال الفايلز اللي كاينين في الداخل ديال هذا الفولدر. يعني عندك هنا مثلا ستايل، وعندك هنا اندكس اباوت، وعندك هنا سيرفيس. عندهم هنا كتلاحظوا انه نفس هاد الفايلز هادو رجعوا هنايا. دابا شنو غادي نقول لي انايا بما انهم اراي؟ يعني غادي نقول لي هنا فايلز وغادي نقول لي هنا فور اتش وغادي نقول لي رجع لي انا هنا فايل. غادي نقول لي مثلا هنا واحد كونست. واش نبقى نحسب؟ نقول لي مثلا اي كيساوي مثلا 0، يعني ماشي كونست اللي حيت غادي نبدل القيمه ديالو. غادي نجي هنا مثلا غادي نقول لي هنا مثلا اي كيساوي ولا مثلا بلاس ايكوال هنايا 1 زائد. انا شنو غادي نقول لي؟ غادي نقول لي هنا طبع ليا نديرو بحال هكا. نقول لي مثلا هنا الفايل ونجيو هنا مثلا الفاريبل اللي سميتو اي، ونجيو هنا جوج ديال النقاط ونقول لي مثلا هنا عطيني الفايل، السميه ديال الفايل. في الاخر غادي نقول لي هنا مثلا التوتال يعني شحال الفايلز، وغادي نقول لي هنا زائد اي. يعني اي هو باش كنشد انا الحساب. غادي نقول لي مثلا هنا نود اب، يعني غادي نقول هنا الفايل 1 والفايل 2 والفايل 3 والفايل 4، وهنا غادي نقول التوتال عندك 4 ديال الفايلز. غادي نجيو هنا مثلا هنا زائد فايلز. يعني هذه هي الميثود ديالنا بكل اختصار. عندك هنا 4 فايلز. دابا شنو هو الفرق اللي كاين بين الساينك والاساينك؟ دابا انا شنو بغيت ندير؟ انا بغيت ننفذ هذا الكود هذا مزيان، وهنايا انه بغيت ندير نفس الحاجه لهنايا، ولكن بغيت ندير نفس هذا الكود هذا على واحد الفولدر واحد اخر. يعني غادي نقول لي مثلا سير لي الفولدر يعني مثلا فايلز 2، وهنا مثلا غادي نقول لي مثلا اي 2 وهنا اي 2. غادي نبدل لكلشي هذا الشيء. غادي نجي هنا رينيم، ولكن هذا الخطره غادي نقول ليه سير لي الفايل اللي سميتو
HTML2. هنا شنو غادي يدير انه غادي يمشي يلقى لك كاع الفايلز اللي كاينين في الداخل ديال الدايركتوري، غادي ينفذ لك هذا الكود هذا كامل. وديك الساعه شنو غادي يدير انه غادي يجي هنا هاد الفايلز 2 وغادي يمشي يقلب على الفولدر اللي سميتو HTML2، ما غاديش يلقاه. شنو غادي يدير؟ غادي يضرب هنا اكسبشن، وهنا شنو غادي يدير انه غادي يخرج من البروغرام. اجي نشوفوا واش هادشي اللي غادي يجاوب ولا لا، واش نفهموا. نوض اب عندهم هنا كما كتلاحظوا انه قرا لي الفايلز اللي كاينين في الداخل ديال الدايركتوري هذا. وهنا شنو طرا هنا انه جا قلب على الفولدر اللي سميتو HTML2 ما لقاش، هو يضرب هنا اكسبشن. شنو هو الاكسبشن اللي ضرب هنا؟ هو قال لك انه ال HTML2 هذا الفولدر هذا نو ساش فايل او دايركتوري، قال لك انه ما لقى حتى شي دايركتوري بهذه السميه هذه. مزيان، دابا حد الان غادي يقول لها شي واحد راه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن تخيل معايا انه سبقت انا هذا، يعني هنا سبقت الكود اللي غادي يوقع فيه ايرور هنا، وتلي داك اللي ما فيه حتى شي ايرور في الاخر. يعني شنو غادي يوقع؟ غادي نجي هنا مثلا، غادي نقول هنا مثلا بحال هكا، وغادي نقول هنا مثلا نوت اب، ما طبع ليا والو. علاش؟ حيت وقع لي هنا اكسبشن. شنو هو الاكسبشن اللي غادي يوقع لك؟ اللي هو هذا، غادي يقول لك هنا ما لقيت انه حتى شي فولدر سميتو HTML2. ولكن شنو بغيت انايا؟ انا بغيت انه هذا الايرور اللي غادي يوقع انايا في هذا الكود هذا ولا في هذا السطر هذا ما ياثرش ليا على هذا السطر هذا. يعني كنعرف انه انا متاكد انه عندي فولدر سميتو HTML، ولكن HTML2 انا عارف بلي ما كاينش. ولكن الايرور اللي غادي يوقع هنايا ما بغيتش انه ياثر ليا على هذا، لا بغيت انه اليوزر انه يطلع لي مثلا انه ما كاين حتى شي فولدر بهذه السميه هذه، وهنا يكمل الكود عادي. يعني ما بغيتش الانتربريتر انه يخرج من الكود. لذلك هما قال لك خدم هنايا بالاسينكرونس. والاسينكرونس شنو هو الفرق بين الاسينكرونس والسينكرونس؟ هو انه الاسينكرونس انها كتميز بانك كتمر عليها كول باك فانكشن، وعن طريق هذا الكول باك فانكشن انت كتقدر انك انت تتعامل مع الايرورز اللي يقدروا انه يوقعوا في المرحله ديال الاكسكيوشن. يعني كيفاش؟ غادي نجي بحال هادشي كامل، غادي نجي هنا كومنت، غادي نجي هنا غادي نقول له نفس الحاجه، غادي نقول هنا ريد داير، ولكن ماشي هاد المره غادي نخدموا بالساينك، غادي نخدموا بالاساين. يعني اف اس دوت ريد داير، وغادي نجي هنايا غادي نقول المره ديال الباد، غادي نقول هنا الباد ديالي اللي هو اتش ام ال، وغادي نسبقوا لك فيه الايرور اتش ام ال 2 ما كاين حتى شي واحد سميتو اتش ام ال 2. وهنا غادي يقول لك هنا مره ليا الكول باك فانكشن. شنو هي الكول باك فانكشن اللي غادي تمر ليه؟ غادي يقول لك هنا اول بارام كيستقبل منك اللي هو الايرور، يعني يقدر انه يوقع ايرور. ثاني حاجه اللي هي الفايلز، وقال لك انه الفايلز هو عباره عن بارام كيخزن فيه كاع الفايلز اللي كاينين في الداخل ديال الدايركتوري، وكيرجع لك عباره عن اري اوف سترينغ. يعني شنو غادي نقول ليه بحال هكا هنايا؟ غادي نقول ليه هنا ارو فانكشن، غادي نقول ليه في حاله انه وقع ايرور، يعني في حاله انه وقع ايرور شنو غادي دير؟ غادي نقول ليه هنا كونسول دوت ايرور، وغادي نقول ليه نوت exist any folder by مثلا this name، وغادي نقول مثلا السميه هنايا هي واش نكتبوا هنا ما عندنا حتى شي مشكل. غادي نقول لها HTML2 في حال انه كاين. يعني شنو غادي دير؟ انا كطبع ليا كاع الفايلز اللي كاينين في الداخل ديالها. والاجي نشدو نفس هذا الكود هذا درنا حنايا هنا، نفس هذا اللوجيك هذا درنا هنا، نفس هذا اللوجيك هذا نحطوه هنا. نجيو هنا ان كومنت، انتما هنايا كما كتلاحظوا مزيان. دابا شنو غادي نقول ليه ثاني؟ غادي نقول ليه نفس هذا الكود هذا هنايا، يعني نتوما تلاحظوا يعني شنو الفرق اللي كاين؟ هو الكول باك فانكشن. غادي نقول ليه هنا اتش ام ال. دابا اجي نشوفوا هنا واش هذا الايرور اللي غادي يوقع هنا واش غادي ياثر لي على هذا الكود هذا اللي كاين في السطر 53 او لا. غادي نمشي هنا غادي نقول ليه مثلا هنا ستيل اس، وغادي نقول ليه هنا نود اب. هانتوما هنا كما كتلاحظوا شنو عندنا هنايا؟ قال لك هنا فاز فور اتش، هنا عندنا شي ايرور فايلز cannot read property undefined. اوكي هنا غادي نديرو هنايا tuning optional، غنجيو هنا tuning optional. شوفوا هنا ما عندنا شي ايرور حيت هاد الفايز هادي في اللون ما كتكون تساوي والو، لذلك غادي نقول هنا نوت اب. هادو هنا كما كتلاحظوا انه جا هنايا قال لي هنايا not exist any folder مثلا باي ديز نيم اللي هو HTML2. هذه ديالاش ديال السطر 38، يعني وقع ايرور. ولكن هنا كنلاحظوا انه الانتربريتر ما تاثرش بهذا الايرور. علاش؟ حيت شكون اللي دار هاندل لهذا الايرور هذا ولا شكون اللي تعامل مع هذا الايرور؟ هي الكول باك فانكشن اللي كاينه في الداخل ديال الميثود اللي سميتها ريد داير، حيت انت خدام بالاساينكرونس. يعني هنا ضرب اكسبشن هنا عندك الايرور صافي هو يكمل عادي. جا هنايا هو ينفذ هذا السطر هذا او ينفذ الكود اللي كاين في السطر 53، وجا هنايا هو يطبع لك كاع الفايلز اللي كاينين في الداخل
ديال هذا الفولدر. يعني كنتمنى انكم فهمتوا الفرق اللي كاين بين الاسينكرونس والسينكرونس، وكاع الميثود صراحه غادي نطبقوا عليهم نفس الحاجه. ومن الاحسن انك تخدم بالاسينكرونس وتمرر الكول باك فانكشن ديالك وما تخدمش بالساينك، حيت فيها بزاف ديال المشاكل. حيت الساينك الا وقع مشكل الانتربريتر غادي يخرج غادي يضرب لك اكسبشن وغادي يجي لك كلوز للبروغرام. دابا حنايا غادي نتعرفوا على الميثود الثانيه اللي معنا في هذا الدرس اللي سميتها اكزيست. وقلنا حنايا انه عن طريق هذا الميثود غادي تقدر انك انت تشيك الفايلز اولا الدايركتوريز. وقلنا انه اي ميثود معنا في هذا الدرس انها فيها جوج ديال الانواع. عندنا حنايا ميثود خاصه كتخدم بها السينكرونس وعندنا ميثود تخدم بها السينكرونس. وقلنا اشنا هو الفرق اللي كاين بيناتهم، هو انه وحده كتمرر ليها الكول باك وحده لا، وحده كتعامل معها عادي. وحنايا شفنا في الميثود اللي قبل شرحت لكم شنو هو الفرق اللي كاين بين السينكرونس والسينكرونس. يعني انه الميثود اللي سميتها اكزيست انها كترجع قيمه بولين. يعني شنو كنعني بقيمه بولين؟ يعني يا اما ترو يا اما فولس. وحنايا كنعرفوا انه اي ميثود عندك انت في البرمجه انها كترجع قيمه بولينيه يا اما ترو يا اما فولس كنخدموها حنايا في الاف كونديشن. دابا شنو غادي نقول لي انايا؟ غادي نقول لي انك انت غتشيكي ليا واحد الفايل اللي سميتو about.html اللي كاين في الداخل ديال الفولدر اللي سميتو html واش كاين او لا. كيفاش غادي نديرو هذا البلان؟ قلنا حنايا غادي نخدموا هنايا بالاف كونديشن. غادي نقول هنايا fs.exist وغادي نخدموا حنايا دابا بالميثود اللي كتخدم السينكرونس. وغادي تعطي هنايا الباث نيم. غادي تقول لي دخل لي الفولدر اللي سميتو html وغتقلب لي على واحد الفايل اللي سميتو about. في حال انه كاين شنو غتجي لي انايا هنايا؟ غتقول لي مثلا طبع لي انه الفايل مثلا about is exist. في حال انه ما كاينش يعني غادي نديرو هنا واحد الالس يعني عادي كما مولفين حنايا. وغادي نقول هنا شنو غادي دير؟ انه غتقول لي not exist any file by this name. اجي نمشيو هنايا نقول لي مثلا هنا cls ونجي هنا مثلا نقول لي not up ونشوف شنو غادي يعطينا هنايا. قال لي هنايا انه الفايل اللي سميتو انتم هنايا انه الفايل اللي سميتو about.html is exist. يعني شنو غادي نقول لي مثلا هنايا ربي نحيد واحد اس هنايا. غادي نقول لي دابا انايا انك غتقلب لي على واحد الفايل اللي سميتو index 2. وحنا كنعرفوا انه ما عندنا حتى شي فايل سميتو index 2. يعني شنو غادي نقول ليه؟ ان غتقول لي هنا مثلا نوت اب يعني غادي يقول لك انه ما عنده حتى شي فايل بهذه السميه هذه اللي سميتو index 2. اولا نمشيو هنا نبدلو هذه اللي هي index 2 نقول هنا نوت اب. يعني هذه هي الميثود هذه بكل اختصار. دابا كيفاش انني غادي نميكسي هاد الميثود هادي مع الميثود اللي فايدنا حنايا قلنا اللي سميتها ريد دايركتوري. يعني باش انك تميكسيهم هنا غادي نفهموا حنا دابا شنو هي الاهميه باش انك تخدم بالكول باك فانكشن. كيفاش؟ غادي نجي هنا غادي نقول هنا اكزيست ولكن هاد المره ماشي بالساينك لا بغينا نخدموا بتاع الاسينكرونس. غادي نجي هنا مثلا غادي نعطي هنايا الباث نيم. دابا شنو غادي نقول لي انايا؟ غادي نقول لي انك انت اول حاجه غتشيكي ليا واش كاين واحد الفولدر سميتو html. في حال انك لقيتي الفولدر اللي سميتو html هنا شنو غادي دير؟ انك انت غتجيب ليا جميع الفايلز اللي كاينين في وسط منه. في حال انك انت ما لقيتيش هذا الفايل هذا يعني ما لقيتي حتى شي فايل سميتو HTML يعني شنو بغيت كدير؟ انك انت ترجع لي مثلا واحد الميساج وهذا الميساج مثلا تقول لي انه ما كاينش هذا الفايل اللي سميتو HTML. يعني هذا هو البلان. يعني كنتمنى انك تخدم هذا البلان بوحدك عادي ترجع تشوف كيفاش اننا غادي نخدموه. يعني شنو هو البلان؟ بديك تشيكي لي الدايركتوري اللي سميتو HTML. في حال انه كاين غادي يلقى لك الفايلز، في حال انه ما كاينش غادي يرجع لك واحد الميساج وهذا الميساج غادي يقول لك انه ما كاينش عندي هذا الفايل اللي سميتو HTML. ونخدموا البلان ديالنا اللي هو بلان ساهل وبزاف. غادي نمشيو لهنايا غادي نقول لي انايا الباث نيم. غادي نقول لي هنايا تشيكي لي الفولدر اللي سميتو HTML. في حال انك انت لقيتيه غتمر هنايا واحد الكول باك فانكشن. يعني تيقول لك انه الكول باك فانكشن كيستقبل منك واحد البارا. هذا البارا سميتو اكزيست. يعني تيقول لك انه الاكزيست يرجع قيمه بولين يا اما ترو يا اما فولس. يعني في حال انه ما كاينش يعني غادي يرجع فولس. كيفاش اننا كنردو فولس ترو؟ عن طريق نوت. يعني شنو غادي نقول هنا؟ غادي نقول ليه في حال انه اكزيست يعني يرجع فولس يعني نوت اكزيست يعني انه نوت فولس يعني انه ترو. يعني شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه هنا console.log مثلا فولدر html not exist. مزيان. يعني في حال انه كاين غادي تكمل هنايا عادي. غتقول لي هنا شنو غادي دير؟ غادي نقول لي هنايا const وغادي نقول لي هنايا فايلز وغادي نخدموا الميثود اللي فايتنا حنايا تعرفنا عليها اللي هي ريد داير. هنايا ريد داير تخدم ان نخدم مثلا السينكرونس ولكن قلت لكم من الاحسن انك تخدم بالاسينكرونس. تجي هنايا مثلا تقول لي هنا دعتي الباط غتقول لي مثلا دخل لي لهذا الفولدر هذا بما اننا حنايا تحققنا انه كاين وغتقول لي جيب لي جميع الفايلز. يعني نقول لي الا كاين شي ايرور نقول لي هنا مثلا فايلز ونجي بحال هكا كما فدنا تعلمنا. في حال انه كاين شي ايرور مثلا
شنو غادي دير؟ انا غادي نقول ليه مثلا كونسول دوت ايرور وغادي نقول ليه طبع لي مثلا هذا الايرور ونقول ليه كاع دوت ميساج. زائد انه في حال انه ما كاين حتى شي ايرور غادي نقول ليه طبع لي الفايلز، وهاد الفايلز قلنا انه كيرجعوا على شكل اري. نقول ليه مثلا كونسول دوت ايرور. اجي دابا حنا هنايا نتشيكيو، غادي نقول ليه مثلا كلير وغادي نقول ليه هنايا نود اب ونشوفوا هنا شنو غادي يرجع ليا. يرجع ليا جميع الفايلز اللي كاينين في الداخل ديال الدايركتوري. تخيل معايا انني نجي لهنا قلت ليه مثلا واحد الدايركتوري انا ما عنديش، قلت ليه مثلا HTML2 واجي نشوفوا هنا دابا غتفهموا الاهميه ديال الكول باك فانكشن. غادي نقول هنايا نود اب، غادي نقول هنايا فولدر HTML not exist. هنايا ربي علاش انه ما خرج؟ حيت انا ما قلتليش هنايا ريتيرن. يا ربي هنايا خصني نقول هنايا ريتيرن. هنايا غادي نقول هنا سيل اس وغادي نقول هنا نود. هنا اش قال لي فولدر HTML not exist، يعني هنا HTML2. اجي نعاودو نردو نشوفو واش كلشي هو هذاك. غادي نقول هنا نود اب، حنا عرفنا انه عندنا فولدر سميتو HTML. هنا غادي يرجع لي جميع الفايلز اللي كاينين في الداخل ديال هذا الفولدر. يعني كاين اللي بيقول لي انه حنايا هنايا بما اننا غادي نخدموا هنايا بالكول باك غادي نوليو حنايا في الكول باك هيل اولا جحيم الكول باك. يعني بيقول لي دابا شي واحد انه كيفاش غادي نخدموا حنايا بالبلان ديال البروميس اولا كيفاش انا غادي نخدموا بالبلان ديال الاساينك والاويت. غادي نقول لكم بلي هادشي غادي نتعلموا ليه من بعد، وغادي نقول لكم كيفاش انكم هاد الميثودز هادو نفسهم يعني نفس هادشي تعلمنا حنايا في هاد الدرس اللي كاينين في وسط الفايل سيستم انك غتخدم بهم بالاساينك والاويت اولا تخدم بالبروميسز اللي هما الدين والكاتش. يعني دابا انت فهم معايا الكونسيبت وكيفاش انك انت تاكسيسي على هاد الميثودز هادو وكل ميثود شنو كدير، ومن بعد غادي نتعلموا حنايا كلشي هادشي. دابا ندوزو للميثود الثالثه اللي معنا في هذا الدرس اللي سميتها الرينيم. وقلنا حنايا انه عن طريق هذا الرينيم هاجي كتقدر انك تعاود تسمي واحد الفايل اولا واحد الدايركتوري عندك. دابا حنايا شنو هو المثال اللي بغينا؟ هو انه بغينا حنايا نستهدفوا الفولدر اللي سميتو HTML ونقول ليه سير لي الفايل اللي سميتو style.css وعاود سميه. بغينا نسميه من style.css لماي فايل دوت سي اس اس. يعني كيفاش غادي نجيو هذا البلان هذا؟ هذا البلان غادي نخدموا حنايا عن طريق الميثود اللي سميتها رينيم، وحتى هي فيها السينكرونس والاسينكرونس. وحنا صافي عرفنا شنو هو الفرق بيناتهم، هو انه وحده كتمر لها كول باك فانكشن وحده لا. يعني دابا شنو غادي نقول هنا؟ غادي نقول هنا فايل سيستم دوت رينيم وغادي يجي هنا غادي يقول لك هنا مر ليا الاولد بات. يعني شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه انه الاولد بات هو انك انت غتدخل ليا الفولدر اللي سميتو HTML غتستهدف ليا الفايل اللي سميتو style.css وهنا غادي يقول ليا عطيني نيو بات. يعني نيو بات انت فين بغيتي انه هذا الفايل تحطو، زائد شنو هي السميه الجديده. نقول انه هذا الفايل هذا بغيت نحطو انا في الداخل ديال الفولدر اللي سميتو HTML ولكن بسميه مختلفه اللي سميتو myfile.css. وهنا تيستقبل منك كول باك فانكشن وكيستقبل منك بارام واحد اللي هو الايرور. وهنا شنو غادي نقول لي انه في حاله انه كاين واحد الايرور، يعني صافي هادشي اللي عارفينه، غادي نقول لي مثلا هي console دوت ايرور وغادي نقول لي هنا مثلا طبع ليا الايرور دوت ميساج. في حال انه ما كاين حتى شي ايرور شنو غادي نقول لي انا هنايا؟ غادي نقول لي مثلا هنايا فايل رينيم ساكسيس مثلا. شنو غادي نقول لي انا هنايا؟ اجي دابا ردوا معايا البال هنا شنو غادي يطرا. يعني رد معايا البال هنايا فاش غادي ندير اكسكيوشن غادي نقول هنايا نود اب. يعني شنو قال لي هنايا فايل رينيم ساكسيس. وهنا كما كتلاحظوا انه الفايل ديالنا اللي كان سميتو style.css انا عاود دار ليه رينيم من style.css لماي فايل دوت سي اس اس. كاين دابا اللي غادي يسولني يقول لي عبد الصمد كل ما درناش حنايا قلنا ليه هنا في النيو بات مثلا دوت سلاش مثلا HTML سلاش الى اخره. يعني الا قلتي لي بحال هكا شوف دابا شنو سميتو ماي فايل. انتما هنا ماي فايل دوت سي اس اس غادي نقول ليه عاود سميه ستايل دوت سي اس اس. يعني شنو غادي يدير؟ انه غادي يدخل لهذا الفولدر اللي سميتو HTML غادي يهز هذا الفايل هذا غادي يعاود يسميه ولكن ما غاديش يحطو هنا، لا غادي يحطو حدا اب دوت جي اس وغادي يحيدو من هنا. انتما ردوا معايا البال شوف غادي نجي هنا ساهم رد معايا البال شنو غادي يطرا هنايا وغادي نقول هنايا نود اب. لذلك عود رد البال الباتني مزيوك يعني المسارات ديالك نود اب. انتم هنا اش كتلاحظوا انه ما عندناش باقي شي فايل دوت سي اس اس في الداخل ديال الفولدر اللي سميتو HTML، لا حيدو دار لي رينيم هو حيدو من هنا هو يجيب وحده اب دوت جي اس. يعني غادي نوضو حنايا فين كان غادي نقول هنا سميتو ستايل دوت سي اس اس وغادي نقول هنا ماي فايل عاود مثلا نسمي ماي فايل وغادي نقول هنا مثلا بحال هكا HTML وغادي نمشي هنا نقول ثاني هنا نود اب. يعني بحال كتجي ليه موف. يعني قال لي انه نو ساش دايركتوري نيم عنده الحق. قال لي انه هذا ما كاينش في الداخل ديال هذا. يعني غادي نقول هنا نود اب
وانتم هنا كما كتلاحظوا انه رجعوا فين كان. اجي نعاودو نسميوه نوضوه كيف كان. غادي نقول هنا هكا HTML وغادي نقول هنا myfile.css ونقول لي مثلا حولوا لي الستايل دوت سي اس اس نوضو كلشي كيف كان ونقول هنا نود اب وهنا قال لي فايل رينيم مثلا ساكسيس الى اخره. انتم هنا كما كتلاحظوا في حال انك قلت لي مثلا عطيني واحد الفايل ما كاينش نقول لي مثلا هنا بحال مثلا ماي فايل تو دابا ما كاينش عندي في الداخل ديال الفولدر غادي نقول هنا اب وهنا غادي يضرب لك اكسبشن وغادي يقول لك انه ما عندي حتى شي فايل بهاد السميه هادي. هنا ربي هنا خصني نقول هنا روتين ديما كننساها ما عرفتش علاش. غادي نقول هنا نود اب انا غادي يقول لي انه ما عندي هنا حتى شي فايل بهاد السميه هادي في الداخل ديال هاد الفولدر هذا. يعني هادي هي الميثود ديالنا اللي سميتها رينيم. دابا شنو غادي نديرو اننا غادي ندوزو للميثود الاخرى اللي سميتها الان لينك وقلنا انه عن طريقها كتقدر انك دير ريموف للفايلز. يعني كيفاش غادي نمشيو لهنايا غادي نشوفوا حنايا واحد الفايل سميتو مثلا سكريبت انتم هي سكريبت دوت جي اس. تخيل معايا انك انت مثلا سميتيه سكريبت دوت جي اس ما بقاش عاجبك بغيتي انك تمسحو وبيجي انك تمسحو عن طريق النود جي اس. يعني كيفاش غادي دير غتقول لي هنايا فايل سيستم وغتقول لي هنايا دوت ال لينك وحتى هي فيها نفس البلان فيها الساينكرونس وفيها الاساينكرونس. يعني كتمر على كول باك على هادشي عرفناه صافي. غادي نقول لي هنايا ال لينك وغايقول لك هنايا عطيني الباث نيم ديال الفايل اللي بغيتي انك تمسح. غادي نقول له سير لي جيب لي الفايل اللي سميتو سكريبت دوت جي اس وني شنو غادي دير انك هنايا في الكول باك فانكشن غتقول لي هنايا مثلا غادي يقول لك انك تستقبل منك الا وقع مثلا شي ايرور وغادي نقول لي انه في حال انه وقع شي ايرور هنا شنو غادي دير. انا غادي نقول لي هنا كونسول دوت ايرور وغادي نقول لي مثلا طبع لي هذا الايرور هذا وهنا نجيو حتى هنا الروتين باش ما ننساهاش. وهنا في حال انك انت مسحتي غتقول لي مثلا طبع لي فايل از ريموفد نقول لي مثلا هنا كلير وغادي نقول لي هنا نود اب وني نقول لي بحال هكا هنا قال لي هنا فايل از ريموفد واجي نشوف هنا واش مسح لينا الفايل سميتو سكريبت دوت جي اس. مسحوا لي تلاحظوا هنا انه دار عليه واحد الخط انتم هناك يا ربي انتم هناك كما كتلاحظوا انه دار عليه واحد الخط بالاحمر يعني انه هذا الفايل ما كاينش. الا حاولت انك تدخل هذا الفايل هنايا ما غتلقاش انه عندك شي فايل سميتو سكريبت دوت جي اس. يعني هذا هو البلان بكل اختصار. تخيل معايا انك بغيتي تمسح مثلا السيرفيس دوت اتش ام ال اللي كاين في الداخل ديال الفولدر دوت اتش ام ال. يعني كيفاش غتجي هذا البلان بطريقه اللي سهله وبزاف هو انك انت غتجي هنا غتصحح انت الباث نيم غتجي هنا غتقول لي دخل لي الاتش ام ال ندخل لي مثلا السيرفيس دوت اتش ام ال ومسح لي هذا الفايل هذا. يعني لاحظوا معايا هذا الفايل هذا كيفاش غادي تمسح. غادي نمشيو هنا غادي نقول هنا مجرد اني غادي ندير اكسكيوشن يعني غادي نقول هنا مثلا نود اب انتم هنا كما كتعرفوا انه الفايل تمسح. يعني هذا هو الميثود اللي سميتها رينيم والان لينك بكل اختصار. دابا حنا وصلنا للميثود اللي سميتها ستيت وبما ان هذا الميثود هذا عباره عن ميثود تجيب لك واحد المجموعه ديال المعلومات على الفايل ديالك وهي ميثود اللي سهله وبزاف غادي نخليوها هي الاخر. حنا غادي ندوزو للميثود اللي سميتها ميك داير وقلنا انه عن طريق هذا الميثود هذه كتقدر انك انت تنشئ الفولدرز ديالك. يعني شنو غادي نقول لي انا غادي نقول لي هنا اف اس وغادي نقول لي هنا ميك داير وحتى هي فيها الساينك والاساينك وحنا غادي نمروا هنا بالاساينك حيت فهمنا كيفاش اننا كنمروا الكول باك فانكشن. قلنا هنا الميك داير غادي يقول لك عطيني الباث يعني هذا الفولدر اللي بغيتي انك انت تنشئو فين بغيتي انك انت تحطو. يعني غادي نقول لي انه غتحطوا لي حدا الاب دوت جي اس وغتسمي لي مثلا نقولوا مثلا ماي فولدر. غادي نجي لهنايا غادي نقول لي هنا الكول باك فانكشن غادي يستقبل مني بارام واحد اللي هو الايرور. غادي نجي نقول لي هنا اف وغادي نقول لي انه في حال انه كاين واحد الايرور في الاول كنا كنقول لي مثلا كونسول دوت ايرور كتقول لي مثلا طبع لي الايرور دوت ميساج وكتمشي كتقول لي مثلا ريتورن. هنا نقدر نقول لي مثلا ترو يعني نضربوا اكسبشن ونقول لي هنا ايرور. طرق بجوج راه صحاح. زائد انني نقول لي مثلا في حال انه ما كاين حتى شي ايرور نقول لي مثلا فولدر هاز بين اوريدي مثلا كرييتد. وغادي نجي هنا مثلا نقول لي هنا مثلا سي ال اس وغادي نقول لي هنا مثلا نود اب وغادي نشوفوا شنو غادي يعطينا. قال لي هنا فولدر هاز بين اوريدي كرييتد وهنا قال لي انه تنشئ الفولدر اللي سميتو ماي فولدر. دابا شنو بغيت منك انايا دابا بغيت منك انك تخيل معايا السيناريو التالي وتخدم عليه بوحدك عاديك ترجع تتفرج في الفيديو. شنو هو تخيل معايا انه انت عندك واحد الاري وهذا الاري مثلا فيها واحد المجموعه ديال الدايركتوريز وعندك مثلا هنايا داير 1 وعندك هنا مثلا داير 2 داير 3 وعندك هنا داير 4 يعني انه وهنا داير 5. دابا انا شنو بغيتك انه تجي تنشئ واحد الفانكشن وهاد الفانكشن كتستقبل منك
بارام، وهذا البارام هذا طيب ديالو عباره عن اري، وانه شنو كدير انها كتشد الاري وكتجي عليها واحد الفور اتش، عندهم واحد الفور اتش، وانها كتنشئ لك جميع الدايركتوريز هادو ضربه واحده. يعني انت عندك واحد الفانكشن، هي عندك واحد الفانكشن، هذه هي الفانكشن ديالك، كتجي كتمر ليها مثلا سميتها اكس، كتجي كتمر ليها هنايا مثلا واحد الاري. هي شنو كدير انها كتشد هاد الاري تجي فيها الدايركتوريز ديالك وكتنشئهم لك، يعني كتجي لك كريت. واضح؟ يعني هذا الشيء اللي بغيت انا منك دابا غادي نخدموا حنا البلان ديالنا اللي هو ساهل بزاف. غادي نجي لهنايا، غادي نقول هي فانكشن، وغادي نجي نقول ليه مثلا هنايا، واجي نخدموا حنايا بالموديول واش ما نساو والو. غادي نجيو غادي نشئو هنايا هيلبرز مثلا، نسميو مثلا هيلبرز دوت جي اس، وغادي نجيو هنا بكل اختصار غادي نقول ليه انا فواحد الفانكشن. هاد الفانكشن سميتها كرييت فولدرز. قلنا انها كتستقبل منك مثلا واحد الاري، يعني هنا دايرز. مزيان، يعني اول حاجه غادي نديرها انايا غادي نتشيكي اف في حال انه مثلا هاد الدايرز مثلا دوت هنايا لينكد، غادي نقول مثلا انه الديفولت فاليو ديالها مثلا عباره عن اري دوت لينكد مثلا صغر اولا كيساوي مثلا زيرو. يعني شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه مثلا، ولا مثلا ما غادي نقول ليه والو، غادي نقول ليه روتين، يعني انه مره ليا اري خاويه صافي. في حال انه لا، يعني شنو غادي نقول ليه؟ غادي نمشي لهنايا غادي نقول ليه هنايا كونست، غادي نقول ليه مثلا هنايا اف اس يساوي الريكواير، وغادي نقول ليه مثلا هنايا اف اس، غادي نقول ليه مثلا هنايا دايرز دوت فور اتش. راه ليا كل دايركتوري شنو غادير انني غادي نجي غادي نقول ليه هنايا اف اس دوت ميك داير، ونجي نقول ليه مثلا بحال هكا، يعني بغيت نحطهم انا كاملين حدا اب دوت جي اس. غادي نجي هنا نقول ليه مثلا هنايا دوت سلاش مثلا، ونجي نقول ليه مثلا هنايا السميه ديال الدايركتوري. دابا هنايا نمشيو بالخاطر، ولكن بما انه تيمر لك هنا كول باك فانكشن غادي نقول ليه بحال هكا. في حال انه وقع واحد الايرور شنو غدير؟ غضرب اكسبشن يعني ايرور. في حال انه ما وقع حتى شي ايرور غتقول لي مثلا console.log، وتقول لي مثلا فولدر اللي عنده هاد السميه هادي مثلا هنايا directory is created. صافي هادي هي الميثود ديالي. يعني قلنا كيفاش اننا غادي نديرو لها اكسبورت عن طريق الموديول، يعني دوت اكسبورت يساوي اش يساوي create folders. يعني ما درتش لها اكسبورت ما تقدرش انك دير لها اصلا امبورت. يعني غادي نجيو هنا غادي نجيو هنا هادشي كامل كومنت، غادي نجي هنا مثلا غادي نقول هنا كونست، وغادي نجيو بحال هكا يساوي الريكواير، وغادي نقول ليه هنايا الهيلبرز، وغادي نقول ليه ارى لي الميثود اللي سميتها كرييت هنايا كرييت فولدرز، وغادي نجيو لها هنايا كول هنايا كرييت فولدرز. اجي نمروا لها هنايا اري خاويه. شوف بعدا واش غادي يجي يقول لي هنا شي حاجه ولا لا. غادي نقول هنا نود اب، يعني كنلاحظوا انه ما دار والو، يعني انه دار روتين. يعني شنو غادي نقول لي دابا هنا؟ غادي نقول هنا الدايركتوريز، واجي نلاحظوا هنا شنو غادي يطرا، واش غادي ينشئ ليا الفولدرز ديالو كاملين ضربه واحده او لا. غادي نقول هنا نود اب. انتم هنا كما كتلاحظوا انه نشئ لي الدايركتوري رقم 1 و2 و3 و4 و5. يعني كانت هذه هي الميثود ديالنا اللي سميتها ميك داير، وكنتمنى انك فهمتيها، وراه هي ساهله وبزاف. وبك غادي نوقفوا عند الميثود اللي سميتها ميك داير، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشرح حنا الرايت فايل والريد فايل والابند فايل. يعني هذا الفيديو هو الجزء الاول، الفيديو الجاي غادي يكون هو الجزء الثاني اللي ان شاء الله غادي نكملوا فيه الميثودز اللي عندهم علاقه بالموديول اللي سميتو فايل سيستم، وغادي نديروا بزاف ديال الامثله باش انه حتى حاجه ما تبان لكم غريبه. وكنتمنى انه الا عجبك الفيديو واستفدتي منه ما تنساش اللايك سبسكرايب وخلي لنا شي كومونتير زوين وبارطاجي مع عشانك باش كلشي يستافد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself, oh, and I